كتير مننا بيسمع عن مصطلح غسيل اموال، لكن عمرك ما عرفت معناه او فهمته بشكل صحيح وكامل. وكمان ما تعرفش ان غسيل الاموال مش شرط يشترك فيه ناس مشبوهه او ناس خطر، لكن غسيل الاموال انت نفسك ممكن تساهم فيه، وده لما يستخدموك من غير ما تحس عشان يغسلوا الاموال دي. اهلا بيكم، انا علي عبد الخالق، وفي الحلقه دي هجاوبك على سؤال: ازاي بيستخدموك عشان يغسلوا اموالهم؟ خليني الاول اشرح لك يعني ايه غسيل اموال. الغسيل كسر ايديا. اكيد طبعا بيختلف عن غسيل المواعين والهدوم، هو مجرد تعبير مجازي مش اكتر، وتم استخدام التعبير ده لان الفلوس المشبوهه او اللي جايه من مصدر غير قانوني بيتم التعامل معاها على انها فلوس قذره، ولا ريحتهم وسخ. اصحابها مش بيعرفوا يتمتعوا بيها لانهم مش بيعرفوا يصرفوها اصلا ولا يظهروها للنور، ولا حتى ينفع يروحوا يحطوها في بنك عادي كده، لانهم اصلا لو حاولوا يعملوا كده هيعرضوا نفسهم لخطر النهايه، وهيتم مصادره الفلوس دي، وعقوبتهم التانية هتكون سجن سنين طويله، وممكن العقوبه توصل للاعدام. انا شخصيا هغسل. تتحول الفلوس اللي معاهم دي للعنه بدل ما تكون كنز. الحل الوحيد قدامهم لو عايزين يخرجوها للنور انهم يدخلوا الفلوس دي في مشاريع تانية، حتى لو فاشله ومش هتكسب مش مهم، ولو كسبت يبقى زياده الخير خيرين، المهم انها تكون ستاره قدام اعين الحكومه والرقابه ومباحث الاموال العامه وغيره، وهو ده معنى كلمه غسيل اموال. طب المصطلح نفسه جه منين؟ يعني ليه ما سموهوش تنشيط اموال او احياء اموال؟ انا هقول لك. غسيل الاموال مش نظريه جديده، لكنها نظريه قديمه كانوا يستخدموها زمان. على سبيل المثال في امريكا 1920 الفونسو كابوني رجل المافيا المعروف قال لك احنا بتوع الممنوع، ووصل دخله ل 60 مليون دولار سنويا. انت متخيل الرقم ده وقتها كان عامل ازاي؟ وما كانش عارف يظهر فلوسه عشان ما يوديش نفسه في داهيه، ففتح سلسله مغاسل كبيره وبقى اكبر براند في عالم اللاندري او الغسيل، ومن هنا جاء مصطلح غسيل الاموال، اعتبارا ان الكابوني غسل فلوسه في المغاسل دي. وطرق غسيل الاموال ليها طرق كتير قوي، ده كمان ليها عصابات متخصصه. لو عندك غسيل خميس وجمعة غسيل زي الفل، ياخدوا منك الفلوس المشبوهه ويشغلوها في مشاريع، ويستخدموا طرق تانية غير المشاريع زي الطريقه الكلاسيكيه مثلا، وهي انهم يفكوا المبلغ المشبوه على 100 جزء. يعني المليار ممكن يفككوه لمبالغ صغيره، كل مبلغ يكون 500,000، ويتحط كل مبلغ في بنك مختلف اشخاص مختلفه. لا دول كمان ممكن يفتتوا المبلغ المشبوه ل 10,000 جزء. استحاله حد يعرف يدور على 10,000 شخص عاملين ايداعات في بنوك مختلفه، واصلا مش هيتشك فيهم لانهم بيحطوا مبالغ صغيره. بعدها بقى بيدخلوا في مرحله التمويه، وهو انهم ينشروا بقى الفلوس دي من حساب لحساب ومن بلد لبلد، ويحولوها من بنك لبنك تاني ويحطوها تاني، وبعدها يرجعوها للبنك الاولاني. والتمويه مش بيوقف على كده وبس، لا ده اثناء عمليه التمويه بيعملوا عمليه تمويه برو ماكس، ويسحبوا جزء من المبلغ المشبوه ويشتروا بيه قصور وعربيات واراضي وشاليهات وغيره، ويبيعوها تاني ويرجعوها الفلوس للبنك تاني، عشان لو حد فكر يدور وراهم يدوخ وما يبقاش عارف يبدا منين. ولو سأل سؤال مباشر من غير ما يدور على مصدر الفلوس، يرد صاحب الفلوس يقول لهم انا بايع عقارات وفلل وما جبتش الفلوس دي مره واحده، وادي الفواتير والعقود وحسابات البنك، فطبعا محدش يعرف يمسك عليه حاجه. وعلى فكره المرحله الثانيه من الغسيل اللي هي التمويه مش بتكون مجرد شراء املاك وبيعها تاني، لا الموضوع اعمق من كده بكتير، لكنه بيعتمد على تعقيد المسار المادي. نيجي بقى للمرحله الثالثه، الدمج. اصحاب الفلوس المشبوهه بيستردوا فلوسهم تاني في المرحله دي، وبيتفقوا مع بعض ويفتحوا شركات بتشتغل بالكلام مش بالمجهود، زي شركات الاستشارات بانواعها لانها مش محتاجه مجهود، مجرد شركه قايمه على الكلام والاستشارات لانها اصلا بيزنس وهمي عشان يلم بيها فلوسه، ويدفع كمان الضرايب والتامينات عشان يبين نظافه الذمه الماليه وانه ماشي قانوني. وبكده يبقى الفلوس اتغسلت واتنقعت واتنشرت واتكوت بالبخار المعقم كمان. لكن الطريقه دي بعض الناس بتخاف منها لان تفاصيلها كتير وممكن الفلوس تتوه في التفاصيل دي، فبقوا يعملوا افكار جديده وسهله ومباشره. ومن هنا نروح لموضوع الحلقه الاساسي والمهم. غسيل الاموال دخل في حاجات كتير احنا شايفينها وعايشين فيها ومش عارفينها، واديك امثله كتير ومختلفه زي عالم المطاعم. هتقول لي ما دي حاجه بتحصل من زمان، ناس كتير بتغسل فلوسها في مشاريع مختلفه ممكن تكون مطاعم مثلا. اقول لك ماشي، لكن الجديد انهم دخلوا في عالم المطاعم، وخصوصا البراندات اللي كل الناس مركزه عليها وبتاكل منها بشكل يومي. وطبعا ده عمره ما
بيحصل في المطاعم القديمه لكنه بيحصل في المطاعم الجديده اللي مكسره الدنيا وطلعت مره واحده. اكيد كلنا ملاحظين تطور بعض البراندات في الاكل بشكل غريب وسرعه غير مبرره في الكام سنه اللي فاتت. تلاقي مطعم ظهر مره واحده هوبا فتح فروع في كل المناطق، هوبا فتح في كل المحافظات، هوبا فتح في معظم الوطن العربي وقريبا في العالم كله. هوبا تتفاجئ بسلسله مطاعم تانية بنفس التسلسل ويملكها نفس المالك. هوبا سلسله مطاعم تالتة لنفس المالك برضه، والمالك تكتشف انه شخص عادي ومش كبير في السن، يعني ولا عنده ثروه ولا هو شقيان بقاله 50 سنه ولا ثروته مبرره. وما تقوليش اجتهاد شخصي لان اكيد مش هو بس اللي بيجتهد بالسرعه دي. لو كان الموضوع اجتهاده بس ما كانش حد غلب، لكنه مجرد واجهه لناس تانية بتغسل فلوسها ويعملوا حملات دعايه ضخمه عشان يبقى الربح مبرر عن طريق الانتشار. اما الزحمه اللي بتلاقيها قدام المحلات دي بتكون فيك مش حقيقه. لا ما اقصدش فوتوشوب، هو موجود على ارض الواقع، لكن مش بيكونوا زباين حقيقيين، بيكونوا ناس تبعهم او متأجرين وظيفتهم يقفوا قدام المحلات يعملوا شو، وده لغرضين. اولا انهم يلفتوا الانظار ويشدوا الناس انها تشتري زيهم عشان يزودوا المبيعات. ما هو بالعقل برضه لو انت بصيت على اي مطعم تاني بيعمل نفس المنتج حتى لو اكل كويس باسعار كويسه مش هتلاقيه بالمنظر ده، حتى لو الاكل مجاني مش هتلاقيه بالمنظر ده، لكنه بيكون شو. وبالمناسبه دي من احدث اساليب التسويق خصوصا للمطاعم. والغرض التاني من الشو انهم يقدروا يضربوا الارباح للرقم اللي هم عايزينه قدام الحكومه عشان يبرروا وجود الثروه الكبيره، وبيكون المبرر هو الربح الكبير اللي جاي من زحمه الزباين. حي على الفلاح قدام الناس كلها. نروح من المطاعم للاغاني والكليبات والافلام. تلاقي واحد بيدعي انه بيغني وهو ما بيعرفش حتى يدندن ولا شكله ولا صوته مقبولين، وتلاقيه وصل لحته عاليه مره واحده. وده لان اللي بيتبناه انتاجيا شخص بيغسل امواله لتجارات مشبوهه. فمثلا لو الكليب او الفيلم حقق ارباح 5 مليون يضربوا ورق انه حقق 50، وطبعا ال 45 الباقيين فلوس مشبوهه. لكن لو حد ساله من اين لك هذا هيقول له دي فلوس ارباح الكليب ده، وانا باكل عيش من ورا الفنان ده وارباح كليباته او افلامه اللي انا بنتجها. وده تفسير انك احيانا تشوف فيلم ما تحسش ان صناعه عايزينه ينجح. ده في افلام كمان انت ما شفتهاش ولا تسمع عنها لان مش ده الغرض منها، لكنها ستاره قدام الحكومه. واحيانا ناس تانية تقول لك لا انا هخليه ينجح وزياده الخير خيرين. وده طبعا مش بيقتصر على الافلام والكليبات بس، لكن على الحفلات والمسلسلات وكمان البرامج. وده تفسير ظهور فنان بشكل مفاجئ وتلاقيه بيتصرف عليه مبالغ ضخمه، وطبعا انت عارف مين دول. واكيد دلوقتي هو موجود على بالك وزعلت وحسيت ان الفساد هو اللي وصله من المكان ده. بس انا عايز اقول لك ما تزعلش لان ده مش بيحصل في مصر بس لكنه في العالم كله. في 2016 تحديدا في امريكا تم انتاج فيلم ذا وولف اوف وول ستريت لليوناردو دا كوبري. ايوه انا قلت اسمه صح لان هم عملوه كوبري عشان يغسلوا فلوس في انتاج الفيلم وضربوا الارباح في 10، يعني غسلوا مبالغ جباره. ونجاح الفيلم ساعدهم اكتر انهم يضربوا اي مبلغ. ودي كانت اكبر قضايا الغسيل في الوسط الفني العالمي. بعيدا بقى عن الوسط الفني ومجال المطاعم هنروح لمجال الملابس والازياء. تلاقي عيل صغير عمل براند ملابس كبير ومصروف عليه فلوس كتير جدا وبيروح له فنانين ومشاهير ويقول لك دول صحابي رغم فرق السن الكبير، ويعمل لهم فساتين وبدل بملايين، رغم انه منطقيا مفيش فستان ينفع يوصل للرقم ده مهما كانت خامه القماش او المجهود المبذول فيه. لكنها اصلا بتكون فواتير بيع وهميه، بيع على الورق بس، لكن الفستان والبدله محطوطين في مكانهم. والارقام العاليه دي بتكون تبرير للارباح العاليه قدام الحكومه. وطبعا حملات الدعايه الضخمه بتثبت كلامه وانتشاره عشان لما يسالوه يقول لهم انا بكسب كويس فعندي ثروه من المكسب ده، وهو اصلا مجرد واجهه بتكسب فلوس مشبوهه مش فلوس ربح. لكن هو اصلا بياخد نسبه يمكن يكون مرتب كمان. وده طبعا مش عند كل مصممين ملابس المشاهير، لكن انا بكلمك على اللي ظهروا فجاه وبشكل غير مبرر. حتى لو الحكومه نفسها شكت في فلوس الشخص ده وصادرتها، الشخص ده هيجيب اقل محامي يقول موكلي بيشتغل في كذا والفواتير والاثباتات اهي والموضوع ينتهي. حديثا بقى اتطورت فكره غسيل الاموال زي ما كل حاجه اتطور، ده حتى تكنولوجيا غسيل الهدوم اتطورت وبقى في كمان غسالات بتعمل كل حاجه. اساليب غسيل الاموال كمان دخلت في عالم التكنولوجيا بس من اوسع واحدث ابوابها وهو التيك توك. كل اساليب الغسيل اللي فاتت دي انت ساهمت فيها من غير ما تحس، سواء مطاعم او تيك توك او سماعك للكليبات وانك تشيرها وتنشرها وزياده ارباح. انا عارف انك ما تعرفش، لكن ابدا احرص وانت بتشتري اي سلعه انك لازم تكون عارف مصدرها. فلوس تعلي توطي تعري تغطي تسيبك تجيبك وتخلي كل الناس
فلوس تهينك تذلك تزيدك